السلام عليكم. محدش فينا يقدر ينسى دور عماد في فيلم الرهينة، ولا ابو العلا في راية وسكينة، ولا المعلم مش في جعلتني مجرمة. الحلقة دي مش بس توثيق لرحلة فنان جميل كان في يوم ما سبب في سعادتي وسعادة حضرتك، ياما ضحكنا كتير من خلال أعماله. يمكن ربنا جعلنا كود سبب عشان نفتكره وندعي له ربنا يرحمه. انت ايه؟ انسان. وانا بقول لك نوعك ايه؟ انت مين؟ كان تعيش وتعاش. يا بني ادم وانت جاي حضانه، انت تبع ايه؟ انا مش تبع حد، انا رئيس جمهورية نفسي. انا بحس ان محمد شرف مش مجرد ممثل بيعمل دور في فيلم او مسلسل، انا بحس انه واحد مننا كده، شبهنا، غلبان وطيب، تحس اخوك، خالك، عمك او جارك حتى. وبصراحه يعني بحس ان اندر ريتد دي اتعملت لمحمد شرف حرفيا، يعني من كتر ما هو ما واخدش القدر الكافي من التقدير وهو عايش. فقررت في الحلقه دي ان هي تكون تكريم وشكر لمحمد شرف على كل اعماله اللي كانت سبب في رسم البهجه والسعاده لينا كلنا. فلو كان محمد شرف جزء بسيط في رسم الابتسامه على وجهك في يوم ما من خلال فيلم او مشهد ليه، ما تنساش تدعي له وربنا يرحمه. هنزل السكينة. ايه ده، هي جريمة قتل؟ محمد شرف مواليد 1 مايو 1963، جه من اسكندرية للقاهرة بعد ما اتخرج من معهد فني وتجاري سنة 84. كانت المحطة الأبرز والأهم لمحمد شرف واللي من خلالها اتعرف عليه الجمهور كانت في 1994 بشخصية سامبو في مسلسل أرابيسك. الدور ده كان نقطة انطلاقة لمحمد شرف واللحظة الأهم في مسيرته. وحكى ابنه هشام إن المخرج جمال عبد الحميد مخرج المسلسل إن شاف محمد شرف واختاره لدور سامبو لحد ما عمل مسرحيه مش متذكر اسمها كويس. شافه استاذ جمال عبد الحميد فرشحه في دور صامبو. والدور نجح جدا لدرجة ان الناس في الشارع لما كانت بتشوفه كانت بتناديله باسم صامبو. كل اللي يجي منك بركة ابو ايمن. ومرورا لسنة 2003 بيشارك في فيلم حرامية في تايلاند مع كريم عبد العزيز. طبعا في حاجات كتير عملها قبل السنة دي، بس احنا هنا هنركز على المحطات المهمة والابرز في مسيرته الفنية. وفي المناسبة دي بقى ظبط لنا كاسين عشان اقول لك ندخل ازاي. ايه؟ انت عايز تشرب قدامي؟ هو انت خالي مشرب عادي قدامك. قوم اروح فين؟ قوم نضرب 2 نسكافيه. تصدق عندك حق. وبنفس السنة بيظهر في فيلم عسكر في المعسكر مع محمد هنيدي، والمشهد بتاعه في الفيلم ده بصراحة قمة الكوميديا اللي انت هتشوفها. وجمال محمد شرف ان هو مش محتاج مساحة دور كبيرة عشان يبرز امكانياته وموهبته ويعرفك ان هو جامد. بالعكس، ممكن في مشهد بسيط جدا لا يتعدى 3 دقايق ممكن يخطفك فيه ويخليك مركز معاه هو بس. تيجي سنة 2005 ويعمل محمد شرف أهم دور في تاريخه بالنسبة لي، دور أبو العلا في مسلسل راية وسكينة. الدور ده بيثبت بيه محمد شرف إنه هو ممثل يعرف يعمل أي لون، سواء كوميدي أو تراجيدي أو حتى دراما، ممثل بمعنى الكلمة يعني. حسب الله اللي عامل لي فيها معلم وقاعد من غير لا شغله ومشغله وطول النهار يبعلك في النسوان اللي رايحه الجايه. وبرغم كده الا انه لمع بريق محمد شرف في ادوار الكوميدي. البساطه والتلقائيه اللي كانت العامل الاساسي في حب الناس ليه، وكانت من اسباب نجاحه في رايي. وبيشارك محمد شرف في نفس السنه مع احمد حلمي في فيلم زكي شان في دور بيوم الحرامي. وبرغم صغر الدور ده الا انه نجح جدا وسمع مع الناس. ومشهده مع عمنا حسن حسني في الفيلم ده لحد دلوقتي بشوفه واقعد اضحك كاني اول مره اتفرج عليه. مشهد بصراحه جميل جدا. ما اتفقنا، انا هخش افصل الكهرباء وانت تنط من على سور الفيلا وتخش عليه على طول تكتفه. يلا. لا مؤاخذة انا سبتك تتكلم، بس انا ما قلتلكش الحمد لله والشكر لله انا تبت عن سرقة البيوت والنط في الفلل، وطوبة مش عادية، دي طوبة نصوحة. من امتى؟ يعني من زمان. لو ما قلتليش ليه وانا جاي اكتب معاك العقد واتفق، جاي تحت الفيلا تقولي الكلام ده؟ ها؟ وتشال ايه؟ في المخدرات دلوقتي. انسى المخدرات وارجع حرامي ثانيه واحده. ما ينفعش والله يا عم سالم، ما ينفعش. طالما دخلت عالم المخدرات لازم اقعد فيه مش اقل من سنه وبعدين احول يعني. بيوم الحرامي كان نقله لمحمد شرف وفتحه خير ليه عشان يجي السنه اللي بعدها سنه 2006 اللي تعتبر برايم محمد شرف ومرحله البيك بتاعته، واللي من خلالها بيشارك في 7 أفلام: الرهينه، جعلتني مجرما، علي طرب بالثلاثه، ظرف طارق، زازا، عبده مواسم، قصه الحي الشعبي. دور عماد في فيلم الرهينه مع احمد عز من احلى ادوار محمد شرف اللي بحبها. الكيمياء والتناغم بينه وبين عز في الفيلم ومشاهدهم مع بعض كانت حاجه مميزه كده وتحب تشوفها. مين دول يا عماد؟ يعني ناس غلابه وبعطف عليهم. هي دي الشقه اللي انت عايش فيها لوحدك يا عماد؟ ما هم عشان غلابه يعني قاعدين معايا ينوسوني. عربيتك ال4x4 فين يا عماد؟ يعني اضحك عليك واقول لك 2x2.
ولا فيلم قصة الحي الشعبي. انا بصراحة عايز اعترف لكم اني بحب الفيلم ده برغم انه يعتبر فيلم هابط، بس كانت فيه كمية كوميديا محدش يقدر يعمل ربعها في فيلم دلوقتي. وثنائية محمد شرف وطلعت زكريا الله يرحمهم كانت حاجة عظيمة قوي في الفيلم ده. تايه ولا ايه؟ بص، عارف المدرسه؟ خش من ورا المدرسه. في شارع كبير ورا المدرسه. باين عليه تايه. باين عليه تايه. ورا المدرسه في مدق حديد صغير كده، خش فيه. هو تايه ولا ايه؟ ايه اللي وداك هناك؟ تايه هو انت، ما انت كده بتلخبط. ايوه تايه. وكمان المشهد بتاعه في فيلم ظرف طارق اللي بعتبره واحد من افضل واجمد المشاهد الكوميديه اخر 20 سنه، ولا مشهده في فيلم جعلتني مجرما ودور المعلم مش اللي حرفيا من اول ما الكاميرا تيجي عليه مش هتبطل ضحك. انتوا مش متخيلين صعوبه اللي محمد شرف كان بيعمل كل دي حاجات كان بيعملها في مساحه دور صغيره، لكن موهبه محمد شرف كانت هي العامل الاساسي في النجاح كل المشاهد دي. واحد بيجي ياخد السكسين من البطل اللي قدامه ويمشي اللي هو يعني زي صباح الفل كده، واصبح محمد شرف اسم قوي في عالم الكوميديا لدرجة ان اي فنان كان بيعمل فيلم كوميدي لازم بيستعين بمحمد شرف، زي الفنان احمد ادم في فيلم صباحه كده، ولا مصطفى قمر في عصابة الدكتور عمر، ولا رامز جلال في شبه منحرف، حتى ياسمين عبد العزيز استعارت بيه في فيلم الدادودي. كمان تعرفوا ان دور راضي اللي عمله الفنان لطفي لبيب في عسل اسود محمد شرف صور الدور ده الاول بس ما قدرش يكمله عشان حالته الصحية اتدهورت ودخل في شبه غيبوبة، عشان بعد كده الدور بيروح للفنان لطفي لبيب اللي بياخد موقف في قمة الجمال لما يطلب من شركة الانتاج ان هم يدوا اجر الدور لمحمد شرف، وكان مصمم ان هو مش هيعمل الدور ده الا لما يستأذنه، بس قالوا له انه حالته الصحية ما تسمحش ان هو يتواصل معاه. محمد شرف بحس الكوميديا بتاعته كده مختلفة، مدرسة خاصة بيه لوحده مش شبه حد، اسلوبه البسيط والقبول اللي عنده اللي قدر يخترق بيه قلوب الناس بسهولة وبسرعة. في 27 يوليو 2018 بيرحل عن عالمنا محمد شرف، تارك خلفه رصيد فني كبير من البهجة والكوميديا. وبما اني وصلنا لاخر الحلقة ما تنسوش تدعوا للفنان محمد شرف وكل امواتنا جميعا، ومفيش انسب من مشهده في فيلم اسف على الازعاج مع احمد حلمي اختم بيه الحلقة. انا لو كلمتك على جمال المشهد ده برضه هحس اني ما اديتلوش حق. انا لو في ايدي ادي حد اوسكار هديها لمحمد شرف على المشهد ده، مش افوره والله، فعلا المشهد ده يستاهل كل المدح اللي في الدنيا. مش عايز اطول عليكم واسيبكم تستمتعوا بالمشهد، طبعا مش عايز افكرك ان لو الحلقة عجبتك تعمل لايك، ولو عايز تشوفني تاني اعمل سبسكرايب، ويلا سلام. تقلب بيك يا اليوم.